فكان يحمل 3 ثمرات فأطعمت وأطعمتهن بثمرتين وأخذت ثمرة ثالثة إلى فمها فاستطعمتها ابنتاها فكتبت المرأة بهذين البيتين فأعطتهما الثمرة الثالثة التي أرادت أن تأكلها فعجب الله جل وعلا بفعلتها وبصنعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل لها الجنة وأعتقها من النار رواه الإمام مسلم وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان من لا يرحم الناس لا يرحمه الله وقال في مسجد آخر رواه الإمام أحمد والإمام مسلم أهل الجنة 3 ذو سلطان مبسط ومتصدق موثق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى أيها الصالحون إن الرحمة تقتضي الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى وكذلك الرحمة تتحقق في جميع أنواع الآفات وحسد وكره وحب انتقام على طريقة الجاهلية حتى نتأسى بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن خلص هذه النفس من هذه الشرور ورفعها على مآسي الأمور كان عند المولى تبارك وتعالى رحمنا ممتثلا بالحديث الذي يقول الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من الأرض يرحمهم من السماء أيها المؤمنون فقال الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن وأنزل الله عليه القرآن كان يتلو في هذا الشهر قول الحق جل جلاله وأطلقوهن أضللن كثيرا من الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أطلقوهن أضللن كثيرا من الناس ثم قرأ قول الحق جل جلاله وعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه في دعاء السماء فقال اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي فيسأل صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا فجاءه الأجل الجبريل من السماء إلى الأرض قائلا له يا محمد الله عز وجل السلام يفتح لك السلام ويقول لك بما لك يا محمد ولا يكون الحديث أخرجه الإمام مسلم فقال الإمام النووي الحديث بيان كمال سمعة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وأبنائه بمصالحه
شؤون أمورهن. أيها المؤمنون، ونحن في شهر الرحمة والمغفرة وشهر العيد من الميراث، إن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أصابت كل في سبيل امرأة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا حائطا لعشرة من الأنصار، فإذا جمل رأى صلى الله عليه وسلم فتنحنح وبكى وذرفت عينيه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بيده الشريفة عليه فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بصاحبه: أفلا تتقي المولى جل جلاله في هذه الشهيدة التي بلغها ومن نجت الله إياها، فإنها أيها المؤمنون، وفق النبي صلى الله عليه وسلم الإنقاذ بعدما كان يخطب على جذع النخلة، فبدا ذلك الجذع تكلم الجذع الخشب فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليه فسكت وجبت. أيها الإخوة الكرام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولدها وتوقعه فيسأل الصحابة: هل ترون هذه المرأة؟ قال: ولد هذا النار. فيقول الصحابة: لا والله يا رسول الله. فيقول له: الله جل أرحم بعبيده من هذه بولدها. أيها المؤمنون، يسألون من أمر حقنا في السماء إذا كنا نحتاج في أمن وأمان والسلم والسلام. لا تنسوا إخواننا يعانون الظروف الصائمة والمآسي الكثيرة الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واغفر الله وانت خير الراحمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها المؤمنون، الرحمة صفة من صفات الله عز وجل. الرحمة الرحمة صفة من صفات الخالق عز وجل لمخلوقاته، فمن رحمته تعالى مقابلة تقصير الإحسان من إحسان الليل. نحن نقابل إحسان المولى تبارك وتعالى لنا بالمعاصي وبالذنوب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ألا والإنس والجن في نبأ عظيم أصدقوا والوقت غيري وأصدقوا ويذكر سوائي فتتكلم أحكامي جميعا وينزلونها علي بالمعاصي وإليه الناس وشرهم إلي صائب. كما رواه الإمام أحمد. واتقوا الله أيها المؤمنون، إياكم والتذكير والإصرار واعبدوا تعالوا لنطهر قلوبنا جميعا السيئة من الكره والحب بالانتقال إلى غير ذلك من الأمور. ويعقل أيها الإخوة أن نقع
تهنئة رحمة أنت الوائل بها إلى الأرض من الجن والإنس والهواء فاسأل برحمة يتراحمون على ولدها والزقى تتراحموا واتركوا الأحقاد الكاذبة وأن يتوب علينا وأن يكتب حمانا وأن يسمع سندنا وأن يسقي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يجعلنا في الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وسير أعداءنا من المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين كما أمر أن لا عزيز يا رحيم اللهم صل على ونفس قوم المكروبين واكفي كل عن المسلمين ومحمد لنا وإحفظنا يا عزيز يا رحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ومن يذكر الله يعلم ما يفعلون وأكثر الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قد قامت الصلاة وصلى الله وسلم على سيدنا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا وافعلوا الخير لعلكم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الأرض إلا ذلك إبراهيم هو الأخلاق وفي هذا ليكون الله عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقروا لله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.